متابعينا الأفاضل، مستمرين معكم في تحليل مجريات ولقاءات الدوري الجزائري الممتاز. إذن في هذه الجولة نتطرق إلى مباراة في غاية الأهمية تجمع بين مولودية الجزائر عميد الأندية الجزائرية وكذلك ترجي مستغانم الفريق الطموح. إذن هذه المباراة تقام في الجولة السابعة من الدوري الجزائري، تقام على ملعب علي لابوانت الدويرة يوم السبت 4 أكتوبر 2025 السادسة مساء بتوقيت الجزائر، منقولة على القناة الجزائرية السادسة. إذن فيما يخص وضعية الفريقين قبل اللقاء، فمولودية الجزائر يحتل المركز العاشر ب7 نقاط، له لعب 3 مباريات فقط، رغم أن العميد لعب مباريات أقل من معظم المنافسين، إلا أنه أثبت قوته بتحقيق انتصارين وتعادل، إضافة إلى مشوار مميز قاريا بتأهله المستحق إلى الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي فصيل الليبيري. الفريق يريد العودة بقوة إلى سباق الريادة، مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور، خاصة بعد رفع العقوبة عن المدرجات وعودة الأنصار بأعداد كبيرة. أما في الجهة المقابلة، نحن نتحدث على ترجي مستغانم الذي يوجد في المركز الثامن ب8 نقاط من أصل 60 مباريات. الحواة يدخلون المواجهة بمعنوية عالية بعد الفوز الأخير على وفاق سطيف 1-0 بهدف محمد تومي، ويدركون أن اختيار العميد سيكون الأصعب منذ بداية الموسم. الفريق يسعى لتأكيد صحوته وإثبات أنه قادر على منافسة الكبار رغم صعوبة اللعب في الدويرة أمام جمهور غفير. إذن فيما يخص الأبعاد التكتيكية لهذه المباراة، مولودية الجزائر بقيادة المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا يعول على أسلوب هجومي منظم، معتمدا على انضباط خط الوسط بقيادة بن خماسة العائد أساسيا لتعويض غياب ثابت المعقد، إضافة إلى خبرة أيوب عبد اللاوي في الخط الخلفي وسرعة الأجنحة التي قد تخلق الفارق. أما في الجهة المقابلة، ترجي مستغانم من جانبه بقيادة المدرب كمال القناوي يعتمد على الصلابة الدفاعية والهجمات المرتدة السريعة، مع بروز المهاجم محمد تومي كأحد أبرز مفاتيح اللعب. الفريق يميل إلى غلق المساحات ومحاولة استغلال هفوات دفاع العميد. أبرز اللاعبين المنتظرين فيما يخص مولودية الجزائر: محمد بن خماسة، وسط ميدان محوري مفتاح صناعة اللعب. أيوب عبد اللاوي القائد صمام الأمان الدفاعي. المهاجم نوارة قد يكون ورقة هجومية مؤثرة. أما فيما يخص ترجي مستغانم، فنجد محمد تومي هداف الفريق في الجولة الماضية، جمال بالعمري خبرة كبيرة في الدفاع، مهدي زفان إضافة قوية بخبرته الدولية. أما فيما يخص تاريخ المواجهات الأخيرة، ففي 12/6/2025 مولودية الجزائر فازت بنتيجة عريضة على ترجي مستغانم 5-2. أما في 2/2/2025 مولودية الجزائر تعادل إيجابي أمام ترجي مستغانم. في هذه المباراة فرض ترجي مستغانم التعادل على عميد الأندية الجزائرية مولودية الجزائر. الأفضلية واضحة للعميد خاصة داخل الدويرة، لكن الحواة أظهروا قدرتهم على مفاجأة الكبار. فيما يخص مفاتيح المباراة، إذن ضغط جمهور المولودية بعد العودة المدرجات سيكون عاملا نفسيا حاسما. التحكم في وسط الميدان بين بن خماسة العميد ومحمد تومي الترجي. الأخطاء الدفاعية: أي هفوة قد تستغل في مباراة متوازنة،
الإرهاق البدني. المولودية قادمة من منافسة إفريقية، بينما الترجي أكثر ارتياحا محليا. أما فيما يخص توقع هذه المباراة، إذن كما قلنا بالنسبة لتوقع هذه المباراة، فالمباراة قوية ومرشحة أن تكون تكتيكية أكثر من هجومية. الأفضلية على الورق لمولودية الجزائر بحكم الأرض، الجمهور والفورمة المحلية. أما الترجي قادر على مفاجأة العميد إن نجح في غلق المنافذ واستغلال المرتدات. أما الآن متابعينا الأفاضل، كانت هذه رؤية خاصة لهذه اللقاء الممتع الذي يجمع بين فريقين. الفريق الأول مولودية الجزائر فريق عرف بتاريخه وعرف بجماهيريته القوية، وعرف بأنه دائما ما يكون حاضرا في المواعيد الكبرى. إذن الكفة تميل ميلا كبيرا إلى مولودية الجزائر القادر على الإطاحة بسهولة بنادي ترجي مستغانم. لكن في الجهة المقابلة ترجي مستغانم ليس بالفريق السهل، وفي كرة القدم ينتظر 90 دقيقة لقد ترى بعض المفاجآت. لأن ترجي مستغانم قد يخلق المفاجأة في هذه المباراة رغم أنها تبدو صعبة أمام فريق يعتاد على المحافل الدولية والمباريات الكبرى. أما الآن فسأتطرق إلى بعض التفاصيل، لكن بالنسبة للناطقين باللغة الأجنبية. Dans ce samedi le 4 octobre 2025, on aura une rencontre entre Mouloudia Talji et Tarji Mustaghanam. Bon, ce match ça va dérouler en stade Ali La Pointe d'Ouira, samedi 4 octobre 2025 à 16h. Contexte avant le match, le MC Alger 7 points, deuxième place et 3 matchs seulement disputés. Le doyen du football algérien aborde cette rencontre avec un certain retard au classement, dû à son calendrier continental. Les Verts Rouges viennent de valider brillamment leur qualification au second tour de la Ligue des Champions CAF face au facile Guinéen. Sur le plan local, le MCA a enregistré 2 victoires et un nul en 3 apparitions et vaut 10 € mais rattrapé son retard et recoté au piloton des têtes. Taraji Mustaghanam 8 points et 8e place, 6 matchs joués. Il réussit en série une victoire précieuse contre le STF grâce à un but de Mohamed Toumi. L'équipe affiche une dynamique intéressante et espère confirmer sa bonne forme face à un géant comme le MSA, même si le déplacement à Douira s'annonce périlleux devant des milliers de supporters doyens et de retour après une suspension du tribut. Duel tactique. Le technicien sud-africain privilégie un jeu de position avec une forte intensité au milieu. L'absence de l'arbitre Tabti suspendu sera compensée par Mohamed Ben Khammassa, repositionné en sentinelle. Défensivement, Ayoub Abdelawi apporte stabilité et leadership, tandis que les couloirs offensifs pourraient être décisifs pour étouffer l'adversaire. En parallèle, Taraji Mustaghanam coach Kamal Knaoui. Les Mustaghanamis s'appuient sur une organisation compacte et des transitions rapides. Le 8 tours Mohamed Toumi est en grande forme et sera le danger principal. L'expérience des joueurs comme Jamal Belamri en défense et Mehdi Zeffan sur les côtes donne au Taraji Mustaghanam un équipe précieux entre rigueur et créativité. Bon, les joueurs à suivre. MC Alger Mohamed Ben Khammassa, pivot de récupération et relance. Ayoub Abdelawi, capitaine, patron défensif. Noura, élément offensif capable de débloquer le match. Taraji Mustaghanam, Mohamed Toumi, meilleur buteur actuel du club. Jamal Belamri, expérience défensive, leadership. Et Mehdi Zeffan, polyvalent et qualité de centre.
Historiquement, les rencontres entre les deux équipes en 12 mois 16 2025 MC Alger 5-2 Taraji Mostaganem, 2-2 2025 MC Alger 1-1 Taraji Mostaganem. Avantage net au MCA sur le plan historique, notamment à domicile, mais le Taraji Mostaganem a montré qu'il pouvait résister et surprendre. متابعينا الأفاضل، مستمرين معكم في تحليل مجريات ولقاءات الدوري الجزائري الممتاز. إذن في هذه الجولة نتطرق إلى مباراة في غاية الأهمية تجمع بين مولودية الجزائر عميد الأندية الجزائرية وكذلك ترجي مستغانم الفريق الطموح. إذن هذه المباراة تقام في الجولة السابعة من الدوري الجزائري، تقام على ملعب علي لابوانت الدويرة يوم السبت 4 أكتوبر 2025 السادسة مساء بتوقيت الجزائر، منقولة على القناة الجزائرية السادسة. إذن فيما يخص وضعية الفريقين قبل اللقاء، فمولودية الجزائر يحتل المركز العاشر ب7 نقاط، له لعب 3 مباريات فقط، رغم أن العميد لعب مباريات أقل من معظم المنافسين، إلا أنه أثبت قوته بتحقيق انتصارين وتعادل، إضافة إلى مشوار مميز قاريا بتأهله المستحق إلى الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي فصيل الليبيري. الفريق يريد العودة بقوة إلى سباق الريادة، مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور، خاصة بعد رفع العقوبة عن المدرجات وعودة الأنصار بأعداد كبيرة. أما في الجهة المقابلة، نحن نتحدث على ترجي مستغانم الذي يوجد في المركز الثامن ب8 نقاط من أصل 6 مباريات. الحواة يدخلون المواجهة بمعنوية عالية بعد الفوز الأخير على وفاق سطيف 1-0 بهدف محمد تومي، ويدركون أن اختيار العميد سيكون الأصعب منذ بداية الموسم. الفريق يسعى لتأكيد صحوته وإثبات أنه قادر على منافسة الكبار رغم صعوبة اللعب في الدويرة أمام جمهور غفير. إذن فيما يخص الأبعاد التكتيكية لهذه المباراة، مولودية الجزائر بقيادة المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا يعول على أسلوب هجومي منظم، معتمدا على انضباط خط الوسط بقيادة بن خماسة العائد أساسيا لتعويض غياب ثابت المعقد، إضافة إلى خبرة أيوب عبد اللاوي في الخط الخلفي وسرعة الأجنحة التي قد تخلق الفارق. أما في الجهة المقابلة، ترجي مستغانم من جانبه بقيادة المدرب كمال القناوي يعتمد على الصلابة الدفاعية والهجمات المرتدة السريعة، مع بروز المهاجم محمد تومي كأحد أبرز مفاتيح اللعب. الفريق يميل إلى غلق المساحات ومحاولة استغلال هفوات دفاع العميد. أبرز اللاعبين المنتظرين فيما يخص مولودية الجزائر محمد بن خماسة، وسط ميدان محوري مفتاح صناعة اللعب، أيوب عبد اللاوي القائد صمام الأمان الدفاعي، المهاجم نوارة قد يكون ورقة هجومية مؤثرة. أما فيما يخص ترجي مستغانم، فنجد محمد تومي هداف الفريق في الجولة الماضية، جمال بالعمري خبرة كبيرة في الدفاع، مهدي زفان إضافة قوية بخبرته الدولية. أما فيما يخص تاريخ المواجهات الأخيرة، ففي 12/6/2025 مولودية الجزائر فازت بنتيجة عريضة على ترجي مستغانم 5-2. أما في 2/2/2025 مولودية الجزائر تعادل إيجابي أمام ترجي مستغانم. في هذه المباراة فرض ترجي مستغانم التعادل على عميد الأندية الجزائرية مولودية الجزائر. الأفضلية واضحة للعميد خاصة داخل الدويرة،
لكن الحواة أظهروا قدرتهم على مفاجأة الكبار. فيما يخص مفاتيح المباراة، إذن ضغط جمهور المولودية بعد العودة المدرجات سيكون عاملا نفسيا حاسما. التحكم في وسط الميدان بين بن خماس العميد ومحمد تومي الترجي. الأخطاء الدفاعية، أي هفوة قد تستغل في مباراة متوازنة. الإرهاق البدني، المولودية قادمة من منافسة إفريقية بينما الترجي أكثر ارتياحا محليا. أما فيما يخص توقع هذه المباراة، إذن كما قلنا بالنسبة لتوقع هذه المباراة، فالمباراة قوية ومرشحة أن تكون تكتيكية أكثر من هجومية. الأفضلية على الورق لمولودية الجزائر بحكم الأرض، الجمهور والفورمة المحلية. أما الترجي قادر على مفاجأة العميد إن نجح في غلق المنافذ واستغلال المرتدات. أما الآن متابعينا الأفاضل، كانت هذه رؤية خاصة لهذه اللقاء الممتع الذي يجمع بين فريقين. الفريق الأول مولودية الجزائر فريق عرف بتاريخه، وعرف بجماهيريته القوية، وعرف بأنه دائما ما يكون حاضرا في المواعيد الكبرى. إذن الكفة تميل ميلا كبيرا إلى مولودية الجزائر القادر على الإطاحة بسهولة بنادي ترجي مستغانم. لكن في الجهة المقابلة ترجي مستغانم ليس بالفريق السهل، وفي كرة القدم ينتظر 90 دقيقة لقد ترى بعض المفاجآت. لأن ترجي مستغانم قد يخلق المفاجأة في هذه المباراة رغم أنها تبدو صعبة أمام فريق يعتاد على المحافل الدولية والمباريات الكبرى. أما الآن فسأتطرق إلى بعض التفاصيل، لكن بالنسبة للناطقين باللغة الأجنبية. Dans ce samedi le 4 octobre 2025, on aura une rencontre entre Mouloudia Talji et Tarji Moustagane. Bon, ce match ça va dérouler en stade Ali La Pointe d'Ouira, samedi 4 octobre 2025 à 16h. Contexte avant le match, le MC Alger 7 points, deuxième place et 3 matchs seulement disputés. Le doyen du football algérien aborde cette rencontre avec un certain retard au classement, dû à son calendrier continental. Les Verts-Rouges viennent de valider brillamment leur qualification au second tour de la Ligue des Champions CAF face au facile Guinéen. Sur le plan local, le MCA a enregistré 2 victoires et un nul en 3 apparitions et vaut 10 € mais rattrapé son retard et recoté pour pilotant des têtes. Taraji Moustaghanem, 8 points et 8e place, 6 matchs joués. Il réussit en série une victoire prise sur contre le STF grâce à un but de Mohamed Toumi. L'équipe affiche une dynamique intéressante et espère confirmer sa bonne forme face à un géant comme le MSA, même si le déplacement à Douira s'annonce périlleux devant des milliers de supporters doyens et de retour après une suspension du tribut. Duel tactique. Le technicien sud-africain privilégie un jeu de position avec une forte intensité au milieu. L'absence de l'arbitre Tabti suspendu sera compensée par Mohamed Ben Khammassa, repositionné en sentinelle. Défensivement, Ayoub Abdellah Alaoui apporte stabilité et leadership, tandis que les couloirs offensifs pourraient être décisifs pour étouffer l'adversaire. En parallèle, Taraji Moustaghanem coach Kamal Knaoui. Les Moustaghanemites s'appuient sur une organisation compacte